السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الكورة. فيديو النهاردة طبعا هيبقى كلام مهم جدا عن أحداث حصلت في الفترة الأخيرة، وهي الهجوم على اتنين من المشاهير، الكابتن رضا عبد العال والكابتن محمد الشيبي. طيب احنا دايما بفكر بدماغ الناس، لو أنا دلوقتي اللعيبة دي أو النجوم دي أهلاوية مدانين مش مدينين، يعني هما اللي مظلومين، كان إيه اللي حصل دلوقتي في الوسط الرياضي؟ تفتكروا إيه اللي كان هيحصل؟ هل دلوقتي مثلا الناس كلها هتحمي كابتن رضا عبد العال؟ هتحمي كابتن محمد الشيبي؟ هل في حد هيحمي الناس دي؟ ده طبعا عشان خاطر هما مباحين للإعلام الأهلاوي، فبناء عليه هما خلاص. يا مؤمن ده محمد الشيبي اتضرب بالقلم قدام الناس كلها، كله بيقولك هو الظالم. يعني أنا مش شايف فيه فجر أكتر من كده. كابتن رضا عبد العال بيتكلم في الكورة، ويتكلم كلام في الكورة، وهو مش شايف إن هو الإمام عاشور لعيب كويس، لسه عنده أحسن من كده بكتير، واللي بيفهموا الكورة عارفين حاجة زي كده. انا مش فاهم الناس يعني عاملين حملة كبيرة على الاتنين دول ليه؟ عشان خاطر هما ضد الاهلي. لكن يجي مثلا واحد زي محمد شريف امبارح يقول لك ايه، انا عمري ما هلعب في مصر غير الاهلي. الله الله، ده حاجة جميلة جدا، ده بص ده الرائع، ده النجم الكبير. ادام بص، مادام انت بتقول بتسبح بحمد الفانيلا الحمراء، خلاص انت كده حبيب قلبي. لكن هتغلط او مجرد زي شريف عبد المنعم. شريف عبد المنعم مجرد بس قال ان امام عاشور لعيب مصاب وعنده إصابة مزمنة ولعيب مش عارف ايه، اوب ايه ده ازاي ده يبقى موجود معانا، ده المفروض يمشي، ده اصل. خالد عبد الفتاح قال لك انا ممكن العب في الزمالك، الاهلي مش عايزني. إيه انت بتقول ايه وبتعمل ايه وبتسوي ايه؟ لا انت كده اصلا الخاين الفاجر. يا جماعة في ايه؟ ما احنا يعني فين العقل؟ يعني فين يعني؟ هجيب بقى الناحية التانية، نادي الزمالك قال لك محمد غني هيمشي ويروح البنك الاهلي. يا سلام مع السلامة. ليه؟ الناس شايفة إن هو خلاص، بصرف النظر محمد غني لعيب كويس لعيب وحش، لكن خلاص هو خلاص مش ماشية معاه، فيروح بقى مكان تاني. فأنا مش فاهم الناس بتفكر إزاي بصراحة. لكن أهم حاجة، ويجي بقى مش عارف مين يقولك ده جمهور الأهلي هو اللي رجعك، واللي هو الكابتن أبو توكا، يقولك الجمهور الأهلي هو اللي رجعك يا كابتن رضا. مش عارف رجعه إزاي، يعني مثلا شاله من البيت رجعه في الاستوديوهات يعني؟ أنا مش عارف يعني. الراجل حلف 100 يمين وعرفنا القصة، وكلنا كجمهور الزمالك مصدقين كابتن رضا عبد العال. حلف إن هو خلاص الموضوع كان بسبب مجلة الزمالك وجاله فلوس 100 مرة قد دي كذا مرة. فخلاص يا جماعة في إيه يعني؟ لكن يجي شخص أبو توكا يقولك ده جمهور الأهلي اللي رجع كابتن رضا عبد العال للمشهد. أيوة، رجعه إزاي يعني؟ هو اللي بيحكم يعني؟ معنى كده إن جمهور الأهلي هو اللي مرجعك أنت كمان يا كابتن أبو توكا؟ يعني هو اللي مخليك انت ماسك بقى خلاص، عشان انت خلاص في ظهر الفريق الأحمر، خلاص يبقى انت خلاص كده معاهم. يعني مش عارف الناس بتفكر ازاي يعني. يقولك لا خلاص ده الشيبي هتشطب، الشيبي وبيراميدز خلاص لا محالة وخلاص وهيتوقف. هو مين يا جماعة اللي ضرب مين؟ أنا من كتر الكلام بتقال بحس إن الشيبي هو اللي ضرب حسين الشحات بالقلم. يعني ناس بتقلب الموازين وبتعمل كل حاجة غريبة. اهم حاجه سبح بحمد الفانيلا الحمراء، ده اهم حاجه. مادام بتسبح بحمدها وهي احسن حاجه في الدنيا، خلاص انت بص، انت نجم النجوم. لو قلت ان محمد صلاح ما بيعرفش يلعب، انت كلامك صح. فانا مش فاهم الناس بتفكر في ايه وبيفكروا ازاي. عموما كلنا كجمهور الزمالك في ظهر كابتن رضا عبد العال ومع محمد الشيبي، ضد اي حاجه غلط. احنا كجمهور الزمالك ضد اي حاجه غلط بصرف النظر عن الانتماءات. اي حاجه غلط احنا ضدها. فعشان بس نبقى كلنا متفقين وكلنا عارفين، لكن احنا ما بنسبحش بحمد الفانيلا، احنا اللي بنقول نعمل ايه، مش مين اللي يتقال لنا. مش يتقال لنا امام عاشور صالح سليم مش ناسينه وامام عاشور مش عايزينه، ويجي لنا التعليمات خلاص امام غلطة وانتهت والكلام ده. لا احنا الحمد لله جمهور الزمالك غير. ما ننساش اللايك والسبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. كلنا معاك يا كابتن رضا، انت ومحمد الشيبي. شكرا ليكم، وعايز الفيديو ده يوصل لكل الناس. شكرا ليكم جميعا.